ازاي تعرف دورك تجاه كل شخص في حياتك؟ مامتك، باباك، اخواتك، صحابك، قرايبك. انت محتار ومش عارف دورك تجاه كل الناس دي ايه؟ المفروض اتعامل مع كل واحد ازاي؟ او انا عاوز من كل واحد ايه بالظبط؟ بص يا صديقي، في الفيديو ده انا جاي اقولك على طريقة بسيطة جدا تكشف لك هدفك ودورك تجاه كل شخص في حياتك. عاوزك تغمض عينك وتتخيل نفسك مت. ايوه، تخيل نفسك ان انت ميت وهم خدوك ودفنوك. لما هم راجعين من الدفنة وواقفين بياخدوا العزا بتاعك، كل شخص بيقول عليك كلمة معينة. يعني مثلا حد هيقول عليك ان انت كنت انسان وحش، كنت انسان ظالم، او كنت انسان كويس عادل، انسان حنين جدع. كل كلمة هتعوز تسمعها من شخص معين يبقى ده دورك تجاهه. ازاي؟ يعني مثلا باباك عاوز تسمع منه كلمة انه قد ايه كان بر بيا، يبقى ده دورك تجاه باباك، ان انت تكون بر بيه. مامتك عايز مثلا تسمع منها كلمة انه كان حنين عليا، يبقى ده دورك تجاه مامتك، ان انت تحاول دايما تحتويها وتكون حنين عليها. اخواتك مثلا يعرفوا قد ايه ان انت كنت بتحتويهم، مثلا واقف جنبهم على طول، ظهر ليهم، يبقى ده دورك ان انت تخاف عليهم وتكون ظهر ليهم. واحد صاحبك مثلا عايز تسمع منه كلمة ان انت كنت قد ايه صديق جدع، يبقى ده دورك تجاه الشخص ده، ان هو انت لازم تكون جدع معاه. حد من قرايبك مثلا عايز تسمع منه قد ايه كان بيصل رحمه، يبقى ده دورك تجاههم، ان انت تكلمهم تسأل عليهم. وقيس على ده كل الاشخاص اللي في حياتك، ساعتها هتعرف دورك تجاه كل شخص دول، وتبدأ تتعامل بالنظام ده. ان انت خلاص حددت ان والدي هيتعامل بكذا، وامي كذا، اخواتي كذا، قرايبي كذا، اصحابي كذا، يبقى حددت الدور اللي لازم تشتغل بيه مع كل شخص. ده كان ببساطة سؤالك ازاي تقدر تتعامل ودورك تجاه كل الاشخاص اللي حواليك. انا هنا في مساحة نفسية بقدم محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الاخرين. فلو انت حابب تطور من نفسك يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشوف فيديوهاتنا اللي فاتت. ويا ريت تقترحوا علينا في الكومنتس او تبعتولي على رسائل الصفحة على مواضيع جديدة ممكن نتكلم عنها. وافتكر دايما ان في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.